عودة محمد عبد المنعم للنادي الاهلي بعد فشله في اوروبا. فشل مين يا ابني؟ ده افضل مدافع في افريقيا وهيكسر الدنيا بره. كل الزملكاويه المحنكين طالعين بيهاجموا محمد عبد المنعم، بيحاولوا يوقعوه اوروبيا بعد التصريح الاهبل بتاع مدرب نيس الفرنسي. مدرب نيس الفرنسي كل الزملكاويه طلعوا قالوا تصريح، وجماهير الاهلي نفسهم طلعوا قالوا عليه ان هو تصريح اهبل، ولا الراجل ما غلطش ولا غلط في عبد المنعم ولا غلط في اي حاجه. الراجل طلع في تصريح النهارده قال لهم اذا كنتوا انتوا بتعتبروا ان محمد عبد المنعم افضل مدافع مصري ده عشان المنافسه في مصر ضعيفه، دي حقيقه. ورجع تاني قال لهم ان محمد عبد المنعم انا عارف امكانياته، المهاجمين في فرنسا مختلفين عن المهاجمين في مصر، وانا عارف امكانياته وهو في التمرين مجتهد وهيجي مع الوقت بعض الشيء. يعني قال ان هو مع الوقت خلاص هياخد على الاجواء وهيبقى مدافع كويس. الراجل غلط في ايه بقى؟ الناس اللي طلعت تقول لك ده طالع بيقلل من محمد عبد المنعم، الزملكاويه بقى طالعين عمالين يضحكوا على محمد عبد المنعم ويقول لك ده مدافع قليل. محمد عبد المنعم ده مدافع قليل ولا حاجه، والدليل على كده ان هو لما كان بيلعب مع المنتخب قدام نجوم بيلعبوا في فرق عالميه من المنتخبات الافريقيه كان بيبقى جبل. يكفي بس ان كوليبالي اللي كان بيلعب في نابولي الايطالي وقف معاه وقال له انت هتبقى افضل مدافع في القاره، وفعلا محمد عبد المنعم افضل مدافع في القاره. هو هناك لسه مش واخد على الاجواء، ولما ياخد على الاجواء هيبقى من افضل مدافعين في تاريخ نيس. ولو انت فاكر ان انت عايز تعمل عليه حمله وتوقعه، حملتك باطله. لو جمهور الزمالك قد كده جمهور الاهلي قدهم 10 مرات، مش هتعرفوا توقعوه طول ما احنا في ظهره.